مراد الزيتوني، سامبا ديالو، سفيان الباجة لوحده، الباجة تتهادى في الشباك لوحدها من قدم سفيان الباجة. ما بحث عنه الكوكب المراكشي وجده في الكرة الأخيرة. كرة صامتة، كرة لم تخلف أي جدل، أي تفاعل من دفاع المغرب التطواني بلمسة ضرب بها دفاع المغرب التطواني. كل دفاع المغرب التطواني وقف شاردا مشدوها يتابع الكرة التي وصلت لقدم المهاجم سفيان الباجة الذي وضع في مرمى الحارس محمد اليوسفي هدف جميل جدا في الدقيقة 35. هنا الإعادة كرة سامبا ديالو سفيان الباجة ما كلفش نفسه، بلمسة وبهدوء سفيان يسجل الهدف الأول في المباراة ويتلقى البطاقة الصفراء. لا داعي لخلع القميص لأنه بطاقة صفراء في كرة القدم مكلفة. خلع القميص في الاحتفال بالأهداف لم تصبح اليوم. صعود نيلسون تافاريز، كرة مرفوعة في القائمة الثاني والهدف، هدف ثاني للكوكب. الكرات الثابتة تلعب لعبتها اليوم وتصنع تفوقا لفريق الكوكب المراكشي براس عبد الاله منصور الذي تقدم لوحده في غياب اي رقابه من مدافعي المغرب التطواني ليسجل هدفا. كرة لعبت بالمقاس، كان تمويه في الكرة الاولى. سنتابع الاعاده. كان تمويه من نيلسون تافاريز، الكل كان يظن انه نيلسون تافاريز ولا غتمشي ليه الكره. مشاو معاه ثلاث لاعبين وخلوه لوحده عبد الاله منصور لوحده في القائمه الثاني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراه للكوكب. هذه كره مدروسه ومخدومه في الحصص التدريبيه، كره مثل هذه مدروسه ومخدومه في الحصص التدريبيه. الكوكب المراكشي متقدم في النتيجه بهدفين لصفر، 2-0 للكوكب براس عبد الاله منصور. لاعبو المغرب التطواني أقدام في ملعب سانية ترمل وعقول في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. هم يواجهون اليوم أوكلاند سيتي قبل مواجهة